أنا عراقي أنا أقرأ هي فكرة، هي حلم أضحى حقيقة، عندما توحدت مجموعة من الشباب الذين لم يستسلموا حين تألموا على واقع مجتمعهم العازف عن القراءة. فكان القرار صفحة على الفيسبوك وموعدا على ضفاف دجلة، حيث أبى نؤاس والمجتمع المدني الذي لبى الدعوة هناك وافترش الأرض من أجل الكتاب والكتابة التي اخترعها أسلافهم السومريون. نشعر أن العراق محتاج فعلا إلى أن يقرأ، محتاجين فعلا أن نتصالح مع الكتاب من جديد، لا نريد الكتاب أن ينحصر لدى النخبة فقط، نريد أن المجتمع يتفاعل. مبادرة شبابية تطوعية انطلقت من أجل الكتاب ومع الكتاب، نهدف إلى إعادة الكتاب للحياة اليومية العراقية. نريد أن نقول بغداد تقرأ. كتب وأرض وسماء وغروب آسر على من أشرقوا من محافظات العراق المختلفة، أطفال وكبار يتصفحون الكتب التي تبرع بها محبو فكرة أنا عراقي أنا أقرأ طوال فترة الإعداد لهذا اليوم، والتي بلغت 4 أشهر. يعني هيك شباب يفرحون، يعني واحد يفرح بهم، وهيك اتجاه يعني ماشيين بهالطريق، يعني كلش يفرح وبأمل للتغيير. الشباب العراقي والعقل العراقي موجود، ولكن كان ينقصه إلى الحافز والمبادرة، والحمد لله مثل ما شفتوا اليوم الشباب متواجدين من كل بقاع الأراضي العراقية، ما هم لا قومية لا طائفة ولا دين. مبادرة رائعة جدا، ويعني نشاط كلش حلو، خصوصا يعني انه العراقيين محتاجين لأنشطة غير مألوفة. لا حزب ولا تيار سياسيا شارك أو روج لهذه المبادرة، فقط شباب عزموا على تحقيق حلم بأكبر تجمع مدني يقرأ، بعد أن استفزهم اندثار المقولة الشهيرة مصر تكتب ولبنان يطبع والعراق يقرأ. ماجد عبد القادر، العربية، بغداد.